لالا بيت الله بدوار القصبة أو أكادير مغار التي تحدث عنها المختار السوسي يقول: فمررنا إزاء قرية القصبة لمشاهدة آثار صومعة مهدمة هناك إزاء المسجد. ويقول العارفون هنا إنه من آثار عهد المولى إسماعيل متينة البناء، والمسجد غير كبير فيه آثار المنبر إزاء المحراب، وقد تهدم الكل إلا أسفله وإزاؤه آثار أطلال. ويسمى المكان في الأصل أكادير مغار. ويقول أهل البلد أنهم يجدون في رسومهم بيوعات من أجل مغارم لابن السلطان مولى إسماعيل. وقيل أنه كان عبد الملك الذي كان خليفة أبيه في سوس. أحد أهم المواقع الأثرية التي تزخر بها المنطقة إنها صومعة لالا بيت الله بأكادير مغار بجامعة سيدي عبد الله بن بارك آقا. فهذه الصومعة التي تبعد عن طاطا بحوالي 60 كيلومترا، فهذه من بين أشهر المعالم التاريخية بالمغرب، والتي تشبه في هندستها المعمارية صومعة حسان بالرباط. ويعود تاريخها إلى عهد السعديين حسب المعلومات والحفرية الأولية التي أجريت بالمنطقة مؤخرا، مما يؤكد ذلك تزامنها بقيام الدولة السعدية. وأحد مؤسسها القطب الوالي الصالح سيدي محمد بن بارك الأقاوي جد سيدي عبد الله بن بارك، الذي أمر آنذاك قبائل سوس بالانقياد إلى السلطان الشريف أبي العباس أحمد وأخيه أبي عبد الله بن محمد الشيخ، وأمرهما بالعدل والجهاد في سبيل الله ضد الوجود البرتغالي الذي استعمر السواحل. لالا بيت الله التابعة لجامعة سيدي عبد الله بن بارك معلمة تاريخية طواها النسيان وقذف بها موج الإهمال، تراث تاريخي يستحق التقييد في السجل التاريخي لمنظمة اليونسكو العالمية.